حماتي قررت تربي جوزي من أول وجديد، وأنا اللي اتعقدت. أنا اسمي ملك، متجوزة من 1.5 سنة، وحياتي كانت ماشية زي الفل لحد ما حماتي قررت إنها تدخل حياتنا رسمياً وتستلم جوزي من أول وجديد، كأنه لسه عنده 4 سنين مش 32. من يوم جوازنا وهي داخلة علينا بجملة واحدة محفوظة: سيبيقولي أنا هظبطه. وأنا كنت فاكرة إنها بتهزر، والله العظيم كنت فاكرة. أول كارثة: جوزي بيرجع من الشغل جوعان، بدل ما ياكل معايا تلاقي حماتي داخلة علينا بالشوربة بتاعتها وتقول: ما ياكلش إلا من إيدي، ده ابني الوحيد. ابنك الوحيد؟ يا أختي وأنا إيه، ضيفة في الأوتيل؟ المهم، مرة لقيتها بتزعق وتقوله: يا واد، قوم اغسل سنانك قبل النوم. فطبيعي اتحكمت في نفسي وقلت بهدوء: حضرتك ده جوزي. قالت لي بكل فخر: ده ابني برضه، وأنا أعرف مصلحته. طب وأنا؟ أنا بتفرج يعني؟ تاني كارثة: جوزي بيحب القهوة الصبح وأنا بعملها له. لقيت حماتي داخلة المطبخ وتقولي: بعد إذنك، هو بيشربها بوش خاص وإنتي مش بتجيبيه. إيه يا ست الهانم، قهوة مخصوصة؟ ده إحنا مش في كافيه. بس تمام، عملتها نفسها مش واخدة بالها. الكارثة الفضيحة: حماتي دخلت البيت في يوم وأنا وجوزي بنتخانق. أنا كنت بزعق له، مشهد طبيعي. فجأة دخلت علينا وقالت لي: وطي صوتك، ما تعليش صوتك على ابني. وأخدت الواد من إيدي كأني بهدلته وقعدت تربت عليه: حد يزعقلك يا حبيبي؟ ده انتي لسه ما تربيتيش. أيوة كده، قدامي في وشي بمنتهى الشياكة. آخر حاجة خلتني أنفجر: يوم الجمعة كان عندنا عزومة. رجعت من السوق لقيت حماتي قاعدة في نص البيت وجوزي واقف زي العيل، وقالت له: قول لها اللي اتفقنا عليه. قلت: خير، في ايه؟ قال لي: ماما عالت إننا هنقضي يومين عندها علشان اشتقت لي. اشتقت لك؟ ماشي، وانا؟ محدش اشتاق لي، ولا أنا ربة البيت اللي لازم أفضل قاعدة هنا؟ قلت بإصرار: لا، عندي شغل. حماتي ردت بضحكة مستفزة: لا يا حبيبتي، ده جوزك وأنا أعرف مصلحته. وأنا واقفة بفكر، هو أنا اتجوزت راجل ولا طفل في الحضانة؟ بعد العزومة بيوم قمت الصبح بدري وكتبت لجوزي ورقة لطيفة: لما تكبر ابقى كلمني، أنا رايحة بيت أهلي. وسبت له مفاتيح البيت وزوج شرابات جديدة يمكن يحتاجهم في الحضانة، وخرجت. جوزي اتجنن ورجع ورايا البيت عند أهلي. حماتي حاولت تتدخل، بس أنا قلت لها بمنتهى الهدوء: بصي، اللي عايزة تربيه عندك، لكن لو راجل وعايز بيته يبقى يقعد معايا. المفاجأة إن جوزي اتكسف وعرف إن الموضوع زاد، وقعد قدامي وقال: أنا آسف، إنتي مراتي. ومن ساعتها يومياً بتيجي حماتي تبص تموت، بس مش قادرة تنطق، وأنا؟ وبقيت ملكة البيت فعلاً.